الفرق ما بين ابن الناس وابن الأصول. كله هيقول الاتنين واحد، وأنا بقول لأ، كلنا ولاد ناس، بس مش كلنا ولاد أصول. ولاد الناس موجودين في كل طبقة، عشان خاطر في مفهوم خطأ في المجتمع إني لما بيلاقوا حد معاه عربية ومعاه فلوس والبوزيشن بتاعه عالي فيقولك ده ابن ناس. لا، على فكرة هو ابن ناس موجود في اللي طبقتهم تحت، وابن ناس موجود في اللي طبقتهم متوسطة، وابن ناس موجود في اللي طبقتهم عالية جدا. ولاد ناس اتخلقوا من بني آدمين، يعني ولاد ناس. تعالى بقى نروح على قسم ولاد الأصول اللي طبعا مش بتبقى موجودة في ولاد الناس. لما أكون محترم وراعي ربنا وخافه واعمل الصح وابعد عن الغلط واشوف كل حاجة فيها حلال وحرام، ابقى انا كده ابن اصول. لما اكبر الخاطر ابقى انا كده ابن اصول. لما مهما يكون سلطتي عالية ما جيش على الناس اللي مش قادرة تعمل اي حاجة عشان خاطر ما باليد حيلة، ابقى انا كده ابن اصول. لما اجي احب حد واكون راجل مع البني ادم اللي قدامي وادخل البيت من بابه، ابقى انا كده ابن اصول. لما انا بنت اراعي ربنا في البني ادم اللي معايا وما اضغطش عليه وابقى رحيمه بيه، ابقى انا كده بنت اصول. لما ابقى في شغلي اللي احبه لغيري واحبه لنفسي واحبه لكل الناس اللي حواليا، ابقى انا كده بنت اصول. لما ابقى في شغلي ما بصش في رزق غيري ولا افكر ان انا اغير منه واقول اشمعنى هو، ابقى انا كده بنت اصول. انما بيبقى في بني ادم مستواه عالي ومعاه كل حاجه وبيعمل كل حاجه هو عايزها والترفيه عايشه بما فيه الكفايه 24 قيراط، بس بيبص لغيره وبيأذي غيره وبيجي على غيره وبيوجع غيره وبيكسر بخاطر غيره. هو ابن ناس بس ما هوبش ناحيه الاصول. خليكوا ولاد اصول، ما تفرحوش لما يتقال عليكم ان انتوا ولاد ناس، لانكم ممكن تكونوا ولاد ناس بس ما تعرفوش حاجه اصلا عن الاصول.